صحفي يعني خبرة 20 سنة. أستاذ محمد ازيك؟ اهلا بحضرتك. أنت دخلت كواليس الصحافة 20 سنة بقى خبرة ما شاء الله. أنت عاشق للمجال الحمد لله انا بدات يعني اه من ايام الطفوله، من ايام مجله سمير وميكي، كنت مراسل ليها. سمير وميكي وأنت صغنطوط اه والله. الحمد لله. بعد كده من ايام لا ده موهوب، الجامعه، أنت موهوب بقى. يعني ما انا اصلا هو مش مجال دراسه، بس هي موهبه بالنسبه لي أكتر. انا مش مجال كنت دراسه الصحافه. بتبعت لهم إيه ميكي والقصص الحلوة دي؟ اه كنت بعمل رسومات مثلا، كتابات، اه حاجات زي جميل. كده. يعني كان عندك كام سنة ساعتها؟ ممكن 10 سنين مثلا. أيوة ده بيبان موهبتك وأنت اه في السن طبعا. المجال كان موهبه اكتر منه دراسه والكلام ده. طب أنت يعني ما دخلتش بقى درست إعلام أو كده ولا حسب قدرا لا كده كده؟ دراسة شخصية يعني، وبعد كده تنمية من خلال الموهبة، من خلال الدورات الشخصية. بس أصلا 20 بحب. سنة خبرة أكتر من أنت تكون درست أصلا يعني. احنا عندنا ناس كتير خريجين للأسف ما صح. بييجوا يشتغلوا، ما عندهمش الإمكانيات اللي أنت تؤهلهم. يعني أهم حاجة شفتها في خبرتك ومشوارك الصحفي يعني كواليس إحنا مش هنشوفها يعني ما بنشوفهاش. هو طبعا انا شغال حاجه اسمها الديسك اللي هو بيعيد كتابه الماده اللي بيعملها مم. المحرر ممكن بيكتب باسلوب لا يمت للصحافه بصله غير اللي القارئ بيشوفه خالص. اه ممكن اسلوب عشوائي، اسلوب فيه اخطاء. أخطر. فبيجي في حاجه اسمها اعاده الصياغه او الديسك. ده بياخد الماده اللي بيكتبها الصحفي، يعيد كتابتها بالاسلوب اللي بيوافق الصحيفه او المجله، مكان النشر، وكل مكان نشر ليه مم. اسلوب صياغه مختلف. وبتجد بقى صعوبة في يعني قصدي اكيد في مشاكل في حسب اللغة العربية؟ اكيد طبعا حسب قدرات الصحفي. المفروض المحرر يكون عنده حد ادنى يعني من الامكانيات، لكن للاسف في جيل من الصحفيين مم. مستواه ضعيف جدا في الكتابه، فبيضطر والخبرة كتابة والخبرة كمان. فبيضطر بقى مسؤول الصياغه ممكن يغير الكلام تقريبا بنسبه 99% من الكلام، يعني لا يبقى على الموضوع الا اسم الصحفي بس. تمام. أستاذ محمد واضح إن أنت من يعني من رجال الصحافة اللي هم أتقياء ما لا بيشوه صورة حد ولا بيتورط في حاجة ولا يعني ده صعبة مش سهل على فكرة إن أنت تبقى صحفي وتتمسك بأخلاقك ومبادئك اه وكم كده يعني. المفترض يعني يكون ده سمة كل الصحفيين، المفترض، لكن مش يعني بيحصل الصحافة المفروض يعني. تكشف الحقيقة تدعم ناس تعمل الصورة تجيبها صح مش تشوه الصورة. المفترض ذلك، لكن طبعا كله يعني الصحفي ازاي يحافظ على أخلاقه وضميره فاهم قصدي أخلاق المهنة الشريفة. هو لو عنده التربية الدينية اللي تمنعه إن هو يخوض في أعراض حد، أكيد مش هيضطر إن هو يتكلم أو يخضع لأوراقات من أي جهة. تمام. طب يعني عايزة كلمة كده خلال مشوارك الصحفي وخبرتك الجميلة توجهها يعني لكل الصحفيين المبتدئين يعني. يعني حاول بقدر الإمكان ترضي ضميرك، اكتسب لغة جديدة، اقرا كتير، حاول تطور في أسلوبك، شوف يعني الموضوع معلش استاذ ثواني بس اقرا كتير يعني كتير من الصحفيين وهذا الجيل الثقافة عندنا مش كلها ثقافة من النت ومواقع السوشيال ميديا معلش برضه لازم يرجع للكتابات الأدبية أكثر، يعني يستفيد منها من أسلوب الكتابة. صعب يكتب الموضوع بتاعه مرة ومرتين ويعيد تطويره بنفسه، بس أكيد كل ما يعيد تطويره هيلاقي أخطاء هيتلافاها يعني بعد كده. ويتعلم على ايدين ناس امثال حضرتك يعني. ربنا يكرمك. استاذ محمد انا يعني مبسوطه اني قابلتك وشكرا ليك وانا عايز اتعلم منك يعني شكرا الصراحه. لحضرتك. شكرا يا استاذ مع السلامه.